اليوم غادي نهضروا على مهنة المحاماة في أمريكا. واش كتحلم أولا كتحلمي تولي محامي وكتسول راسك شنو كيدير المحامي هنا؟ المحامي في أمريكا هو واحد الشخص اللي كيحمي الحقوق ديال الناس وكيحل المشاكل القانونية سواء كانت شخصية تجارية أو قانونية. كيكتب العقود، كيحل النزاعات، كيواكب القوانين، كيمثل الناس في المحاكم باش يحصلوا على الحقوق ولا الحق ديالهم. باش تولي محامي في أمريكا خاصك بعض الشروط. تكون حاصل على باشوليز دوغري يعني شهادة إجازة أو بكالوريوس، أو تمشي لاو سكول يعني الجامعة وتاخد تما الدكتوراه في القانون، ومن بعد تدوز واحد بار اكزام في الولاية اللي بغيتي تخدم فيها. وخاصك تجمع الخبرة، دير تدريبات باش تولي قوي في الميدان. وكما تتعرفوا الراتب في أمريكا المبتدئ راه على الأقل في السنة عنده واحد 90,000، مع الخبرة ممكن يوصل حتى ل 150,000 وكثر، خصوصا إذا خدمتي في شركات كبيرة أو عندك مكتب خاص. المميزات: مهنة محترمة ومطلوبة بزاف، وكتخدم على حل مشاكل الناس وكتدافع على الحقوق ديالهم. فرصة كبيرة في الشركات الحكومة أو المكتب خاص، كتعلمك التفكير النقدي، التفاوض والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة. الخلاصة: إلا عندك طموح أو باغي تتحدى هذا الشيء هذا، المحاماة في أمريكا غادي تعطيك واحد المستقبل قوي ومربح بإذن الله. راه الطريق طويلة شوية، ولكن بالإصرار والاجتهاد وبالمثابرة على الدراسة والعمل غادي توصل. مهنة المحاماة ماشي غير خدمة، هي مسؤولية كبيرة، ولكن فيها فرصة باش تساهم في بناء مجتمع عادل. إلا بغيتي هاد المهنة ما عليك إلا تمشي إليها، وإلى اللقاء في فيديو آخر.